في حديث عمر رضي الله عنه المشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. كثير من الناس تمر عليه هذه الجملة يظنون أنها تكرار للأولى، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، والحقيقة لا، هذه جملة جديدة مؤسسة، بمعنى أن لك من عملك ما نويت، فإن نويت شيئا فلك ذلك الشيء، وإن نويت شيئين فلك شيئان، وإن نويت أكثر من نية لك من عملك ما نويت. فلو أن إنسانا ذهب إلى المسجد ليصلي صلاة الظهر وليسلم على يسلم على مريض وليحضر درسا علميا، نوى 3 أشياء، له أجر 3 أشياء. أما إن نوى أن يذهب للصلاة فإن له أجر الصلاة. وهكذا الإنسان إذا عمل عملا وأراد به أكثر من شيء أعطاه الله عز وجل بقدر ما نوى. ولذلك يقول العلماء: النيات تجارة العلماء والصلحاء.